صباح الخير، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى. طبعا النهاردة هنعمل مع بعض الكبدة الاسكندراني على أصولها. طبعا كبدة الأضحية دي أول لما بنذبح بنبقى عايزين نعمل الكبدة كده الصبح نفطر بيها. النهاردة هنعملها مع بعض بالطريقة الاسكندراني على أصولها بمكونات بسيطة جدا. مش هتاخد مكونات كتير ومش هتاخد وقت كتير. هنحضرها في 10 دقايق فقط، وهتطلع زي الكبدة الاسكندراني بالظبط، مع رشة ليمونة بقى كده وقرن فلفل، وهتدوقوا أحلى كبدة. تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. سندوتشات الكبدة الاسكندراني بالفينو بالطحينة. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا فيديوهاتي باستمرار. يلا بينا نبدأ مع بعض. اول حاجة هنا عندي الكبدة بتاعتي. جبت هنا الكبدة قطعتها لشرايح صغيرة، وفلفل رومي وقرنين فلفل احمر سبايسي، او لو مش بتحب السبايسي براحتك، وقرن فلفل حراق. هنا هرست حوالي 5 فصوص من الثوم، او معلقة ونص من الثوم المفروم، معلقة من الملح او معلقة ورشة بسيطة كده من الملح، نص معلقة من الفلفل الاسود، نص معلقة من البهارات، معلقة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة من الكمون، حوالي معلقتين كده من الخل، وهنعصر بقى ليمونتين. يبقى توم، ملح، فلفل اسود، بهارات وكمون وكزبرة، ومعلقتين من الخل، وليمونتين هنعصرهم. هنعصر كده بقى الليمون كويس، وهنقلب بقى كل المكونات دي مع بعض كويس قوي، وهنحطهم على الكبدة بتاعتنا. هنجيب كده بولة. طبعا كبدة الأضحية أو الكبدة بتاعة الجزار مش بتتغسل. قطعتها كده لشرايح صغيرة، والأفضل ان انت تقطعيها وهي مجمدة. يعني انا سبتها في الفريزر حوالي ساعتين، وبعد كده قطعتها لشرايح صغيرة زي ما انتوا شايفين. حطها كده بقى في البولة، وهنزل بيه التتبيلة اللي احنا عملناها، التتبيلة الخطيرة دي، وهديلها بقى كده تقليبة. هنجيب طاسة، قطعة من الزبدة. انا حطيت كده زبدة بلدي. في ناس بتعملها بزيت بس، في ناس بتعملها زيت وزبدة زي ما انا عملت. انا حطيت شوية صغيرين من الزيت بس عشان الزبدة ما تتحرقش، وقطعة كده كويسة من الزبدة البلدي. هنزل بقى بالكبدة بتاعتي وهسيبها تاخد صدمة عشان ما تنزلش مية كتير. هي كده كده بتنزل مية زي ما انتوا شايفين، بس مش عايزينها تنزل مية كتير قوي. هديلها بقى كده تقليبة كويسة. اول كده لما تبتدي تمسك نفسها كده، بص زي ما انتوا شايفين القطعة مسكت نفسها. هنزل بقى بالفلفل بتاعي. كنت مقطعة قرنين فلفل رومي، وقرنين فلفل سبايسي حراق، وقرن فلفل احمر. لو انت مش بتحبي السبايسي طبعا تقدري تستغني عنه تماما. يعني انا هنا عادي بناكل سبايسي فحطيت فلفل سبايسي. هقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض وخلاص، مش هنحط اي حاجة تاني خالص. الملح والتوابل وكل الحاجات دي احنا حطيناها اصلا في التتبيلة من الاول، مش هنحتاج نحط اي حاجة تاني. يا دوب بس كده هنسيبها حوالي 7 أو 8 دقايق على النار، مش كمان مش بنسيبها كتير قوي. انا يعني مش بحبها تبقى ناشفة، بحبها تبقى جوسي كده. بس كده هي شكلها وهي بتغلي خلاص، طفيت عليها، قعدت بالظبط 8 دقايق. هحطها بقى كده واحضر السندوتشات بتاعتي. طبعا الفينو بتاعي تاكليه بقى مع فينو، تاكليها في عيش بلدي على مكرونة زي ما انت عايزة. انا حبيت هنا كده اعمل الفينو بالصوص اللي نازل من الكبدة، سواء الفينو اتفتح بس مش اكتر. بعدين بقى هحط الكبدة بتاعتي. بصوا ماسكة نفسها، وفي نفس الوقت طعمها وريحتها خطيرة، مع رشة بقى كده من الطحينة، وهتعملي احلى ساندوتش كبدة اسكندراني ممكن تعمليه، زي اللي بتتجاب من بره بالظبط، وطبعا احسن وانضف بكتير قوي قوي من بره. رشة كده بقى، رشة ليمون على الساندوتش، وكده تبقي عملتي
الاكله بتاعتنا بالكامل. طبعا في ناس بتحب تحطها في عيش بلدي، في ناس بتحب تقطع عليها بصل. قبل كده عملتها معاكم بالبصل والبطاطس، هسيب لكم اللينك بتاعها يظهر فوق على الشاشة، عشان لو تحبين تشوفوا طريقة تانية للكبدة يبقى قدامكم الطريقة دي والطريقة دي. هرجع برضو كده تاني احط الكبدة. طبعا بقى تعمل جنبها مكرونه، شوف انتوا بتفطروا بيها ازاي. وتاني زي ما قلت لكم هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو القديم بتاع الكبده بالبصل والبطاطس عشان تشوفوا اي طريقه هتناسبكم. وكده تبقى السندوتشات جاهزه معانا، والطبق الكبده الجميل ده جاهز معانا. كنت عامله جنبها برضو مكرونه، بقى ده جاهز وده جاهز. جربوا طريقتي في الكبدة، سواء الطريقة دي او الطريقة التانية اللي هسيب لكم اللينك بتاعها، وقولوا لي ايه رأيكم. وكل سنة وانتم طيبين.